السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي بيتي مع أمان. نتمنى من الله أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد على القناة، نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك أو لا الضغط على زر إعجاب أكيد إذا عجبكم الفيديو ونال الاستحسان ديالكم. إذا ما نطولش عليكم، نخليكم تعرفوا على تفاصيل الفيديو وفرجة ممتعة. اذا كما كتشوفوا اللي هو واضح من العنوان ديال الفيديو ومن المحتوى الفيديو، غادي نشاركوا مع بعضياتنا اليوم الطريقه ديال تحضير الحامض مصير او الحامض مرقد بطريقه بسيطه وفي وقت واجز، وطريقه سريعه كما قلت لكم وناجحه، والاهم انها ناجحه 100%. اللي ما عمرها دارت الحامض مرقد او الليمون مرقد او الليمون مصير غادي ديروا بهذه الطريقه، غادي ينجح معها من اول مره وغتولي هي الطريقه المعتمده عندكم. اذا كما كتشوفوا انا هنا اختاريت الليمون الحامض البلدي كيكون راني وريتكم في الفيديو كيفاش كيكون مكور وصغيور وبحال مبزط شويه، يعني بحال ماشي داك الدائري الكبير، الحجم ديالو ما تيكونش كبير. المهم هو راه باين الفرق ما بين البلدي والرومي. حنا بالنسبه لنا هنا الناس الشمال كيكون متواجد بزاف عند الناس الجباله، كنمشيو نهار السوق كنلقاو عند الناس الجباله متواجد واحد الكميه تبارك الله مهمه كناخذوا. اما الرومي الا بغيتو ديروا لا ما تواجدش عندكم هذا ممكن ديروا الرومي، غير هذا النكهه ديالو واللذه ديالو كتكون زايده على داك الرومي. ملي كديريه في الدجاج او ديريه في الطنجيه او ديريه في شي حاجه يعني اللي محتاجه الليمون الحامض مصبر يعني مصير، كيعطي واحد النكهه اللي غزاله. الا دقتوا هذا البلدي غتوليو دائما كتعتمدوه. وبطبيعه الحال ما غاديش نقلبوا حنا على الحاجه اللي دائما انها صعيبه. الا ما كانش هذا غنستعملوا نفس الطريقه نفس المراحل نفس الخطوات الليمون او الحامض الرومي العادي اللي في السوق. المهم كما شفتوا راه وريتكم الطريقه. خديت الليمونه الحامضه او الحامضه، شديتها ما قسمتهاش على 4 من الفوق. انا هذه هي طريقتي المعتمده في الفيديوهات كاملين من نهار بدات القناه. كنشد الراس ديالها الفوق، كنفتحها على نص بلا ما نقطعها، وكنعمرها بالملحه كما كتشوفوا، وكنقلب الاتجاه المعاكس من التحت، وكنعاود نعمر. يعني ماشي شكل زائد وانما جهه من الفوق هكا. وهانتم انا كنقلب لكم بشويه، شفتوا كيفاش؟ يعني الاتجاه المعاكس ديالها كندير فيها وكنعمرها بالملحه مزيان. وهنا عندي قرعه معقمه غير ديال البلاستيك. الا كان عندكم الدزاج غيكون احسن. انا كنفضل هادو البلاستيك على حساب كنخاف الهرس ولا هذا وصافي، فهمتي؟ يعني انا كنفضل هادو البلاستيك، ولكن هو بطبيعه الحال كما قلت لكم الا كانوا ديال الدزاج غيكون افضل. هانتوما كنعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. كنفتحها من الفوق في جهه، ومني كنقلبها للجهه الاخرى كنفتحها في اتجاه المعاكس بجهه اخرى، يعني بلا ما نقطعوها. وكنعمروها بالملحه مزيان، خصها تعمر بالملحه مزيان. ومن الافضل تكون عندكم الملحه الحيه، راه متواجده، هي اللي كيرقدوا بها الزيتون وكيرقدوا بها الحامض. ولكن انا ما توفرات ليش وما لقيتهاش، استعملت الملحه ديال الطياب. هي ديك الملحه الحيه بحال كتسرع العمليه ديال اننا نرقدوا داك الحامض دغيا كيوجد، وفي نفس الوقت يعني هذا هو الفرق. اما هاد الملحه هذه حتى هي مزيانه، انا نتوما كتشوفوا كنستعملها. انا هي كما قلت لكم الاخرى كتسرع، هذا هو الفرق صافي. الاخرى كتسرع وهذا شويه يتعطر شويه ماشي بزاف، ولكن المهم هو في خلال 40 يوم هذا كيكون موجود. المهم كما شفتوا كناخذوا القرعه كنبداو نستفوا دوك الليمونات الحامضات كنبداو نستفوهم وحيده حدا. ضروري نبداو فوق ما كنستفوا كندخلوا نوركوا عليها تزير، يعني ما بين ليمونه وليمونه يكون الزحام، يعني كنوركوا عليه. حنا كنوركوا هو كيخرج منه داك الماء ديالو. كل ما وركنا كل ما كيخرج الماء ديالو. ها نتوما شوفوا دابا انا من حطيتها هكا شفتوا بقات منزله الفوق، ولكن لا انا كنورك عليها باش تدخل يعني بزز منها كما كنقولوا. يعني المهم ضروري انكم توركوا هذاك الازدحام ديال داك الليمون الحامض ولا داك اللي كنوركوا عليه ونضغطوا عليه، انه كيخرج الماء ديالو وفي نفس الوقت كيتزير باش كيجي هذاك الليمون الحامض كيجي معسل. ملي كتهزوا الليمونه الحامضه بحال فيها العسل، يعني معسله كتجي زوين، وفي نفس الوقت كيجي حلو غزال، يعني باش ما كنديروا فيه حتى شي نقطه ديال الماء. هذه هي الطريقه اللي كنعتمد دائما. الا رجعتوا الفيديوهات ديالي القدام من نهار فتحت القناه وانا معتمده غير على هذه الطريقه هذه. اش غندير دابا؟ كما كتشوفوا القرعه راه عمرات، يعني كتبان لكم انها عمرات، ولكن لا غنغطيها وغنزلها على جنب وغنخليها حتى الغدا ان شاء الله. انتم شفتوا راه باقيين 3 ديال الحامضات تما او 3 ديال الليمونات، غنزلها ونخليها حتى الغدا ان شاء الله. شوفوا الماء اللي طلقت من بديت نضغط على الليمون الحامض، هو انا كنضغط عليه هو كيطلق داك الماء.
هو شوفوا، ومن بعد ان شاء الله غادي تلقاو ان القرعه عمرات حتى للفوق بداك الماء، بداك الضغط ديال هذاك اللي ضغطنا عليه وسدينا عليه غتلقاوها عمرات. وهذاك الحامض، داك العصير ديال داك الحامض غيولي معسل، يولي ملي كتهزوه وكطيبوا به بحال اللي كتهزوا العسل معلك. ها انتم كما كتشوفوا شفتوا. يا غدا خليتها حتى يا غدا، ها انا شديت هذوك الليمونات اللي كانوا باقي ليا 3 وعمرتهم عاوتاني بالملحه بنفس الطريقه وقسمتهم بنفس الطريقه. شوفوا القرعه قربت توصل للنص بداك الليمون الحامض. ها انتم كنتمنى انه يكون واضح لكم. شفتوا هو كيبدا يطلق هذاك الماء ديالو الراس والعصارات الحامض. ها انتم انا غنفتحها وغنلقاه شويه هبط. شفتوا انه نزل راسو. دابا غنزيد عاوتاني نضغط ونكمل دوك الثلاثه اللي باقيين ليا. صافي ما كندير لا بلاستيكه، ما كندير لا زيت، ما كنرش لا ملحه لا حتى شي حاجه. هذه هي الطريقه ديالي. صافي كنسد عليه، كنديرو في البلاكار يعني يكون مظلم، بلاصه تكون مظلمه او لا تحت لافابو ولا تحت اللورنيه. صافي غنسد عليه ونخليه مده 40 يوم كيكون واجد. يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم من رمضان يكون موجود عندكم. هو كل ما طال، كل ما داز عليه العام، كل ما كيعطي واحد التعليكه غزاله فريده من نوعها بحال شكل السمن. السمن كل ما حال كل ما كيعطي واحد اللذه. المهم هذه هي الطريقه ديالي بسيطه. نتمنى من الله ان تنول الاعجاب ديالكم ونكون وضحت لكم فيها كل شيء، وحاولت انني نختصر باش الفيديو يجي قصير وتستافدوا منه. اذا نتمنى من الله انه يعجبكم الفيديو، واكيد الى عجبكم ما تبخلوش عليا من لايك، ما تبخلوش عليا بالبارطاج مع العائله والاصحاب ديالكم. ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله. الله يوصلنا، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله.